بعد تصريحات ترامب بأن السفن الأمريكية لازم تعدي من قناة السويس ببلاش علشان أمريكا ساعدت في وجودها، تعال أنا أقول لك إيه قصة قناة السويس وإيه الحكاية بالظبط. فكرة الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط فكرة مصرية قديمة، واللي فكر فيها كان أول ملك مصري وهو الملك سنوسرت الثالث. وبعدها الفكرة كانت بتتقال في العصور المختلفة، لكن كانت دايما بتقف بسبب اعتقاد خاطئ إن منسوب البحر الأحمر هيعلى وهيغرق مصر، لحد سنة 1854 لما المهندس الفرنسي ديليسيبس أقنع خديوي مصر سعيد باشا بان في خطأ في الحسابات وان مفيش ضرر من حفر القناه. ووقتها كان في بند بينص على ان مده الامتياز للشركه تكون 99 سنه ومصر بس تاخد 15% من الارباح. بعدها تم انشاء شركه قناه السويس العالميه براس مال 200 مليون فرنك، وتقسمت ل 400 الف سهم كانت المفروض تتوزع على دول مختلفه زي روسيا وامريكا وانجلترا والنمسا، بس الدول دي رفضت تشتري الاسهم او تشترك في الاكتتاب، ومصر اضطرت ان هي تستلف وتشتري الاسهم بتاعتهم لحد ما افتتحت قناه السويس سنه 1869. وبعدها بسنين قليلة حصة مصر اتباعت وبقت تحت السيطرة المالية لفرنسا وبريطانيا. تعدي السنين ونوصل لسنة 1956 ويقوم الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس وتكون لأول مرة شركة مصرية مساهمة. وبعد التأميم مصر اتعرضت لهجمة استعمارية واللي بدأت بخنق الاقتصاد المصري وانسحاب الفنيين والمهندسين من القناة، واللي انتهت بالعدوان الثلاثي على مصر. لكن المرشدين والفنيين المصريين قدروا يسيطروا على حركة المراحة بانتظام بعد يومين من انسحاب الفنيين الأجانب. فقناة السويس اتبنت بإيد مئات آلاف المصريين، واللي مات منهم كتير بسبب الظروف القاسية اللي كانوا بيشتغلوا فيها. ودي كانت حكاية قناة السويس. أنا وليد صفوت وده برنامج كيمتاوي.